مؤتمر القلة المندسة ما تصدقش. مؤتمر موازي للحزب الوطني اللاديمقراطي ما تصدقش. معا نزيح الستار عن أكاذيب. شكرا لحضورك مؤتمر القلة المندسة. مؤتمر شباب 6 إبريل. حركة شباب 6 إبريل. إيه الحركة شباب 6 إبريل؟ إيه أهدافها؟ هو كان البداية أصلا كان مجموعة من الأشخاص السياسيين لدعوة لفكرة ضرب 6 إبريل عن طريق الفيسبوك، ثم بعد كده الشباب دول في منهم اللي اكتفى بدعوة الإضراب، وفي منهم اللي بدأ يفكر إن ليه ما يكملش حركة شبابية هدفها الأساسي هو التغيير السلمي اللاعنف، وندعو الفكرة ديت وسط شباب اللي هم أكثر فئة بتعاني بالفعل من الأوضاع السيئة اللي بتمر بيها مصر، وإن احنا نكمل حركة يكون ليها بعض الأفكار الجديدة اللي يصب في خانة التغيير السلمي. رؤيتنا كلها بنتكلم عن كيفية الوصول لتغيير سلمي يخرج بمصر لبر الأمان بدون عنف وبدون فوضى. أسلوبنا هيكون عن طريق إن الناس هي البديل والناس هي تقوم بالتغيير، عشان حتى الآن مفيش بديل قوي للنظام، مفيش قوى سياسية مستعدة للتغيير، فاحنا هنصنع حالة تغيير من إن احنا نعمل وعي عند الناس ونحاول نوحد القوى السياسية وصناعة حالة التغيير. التكتيكات هتكون تكتيكات جديدة كلها، هنشوف ايه اللي ممكن يقنع الشعب وايه اللي يوصل للناس وايه اللي يساهم في جذب الشباب ان هم يبقوا ايجابيين ويبطلوا السلبية والخوف اللي بقالهم 27 سنة من ساعة حكم مبارك والحزب الوطني لزرع السلبية في الناس كلها، فنحاول نكسر هذه الحالة ونخلي الناس ايجابيين ويشاركوا تاني. هناك حركة وليدة اسمها شباب من أجل التغيير لم تصمد طويلا، ما الفرق بينها وبين شباب 6 إبريل من ناحية الأهداف والحركة؟ هو مفيش فرق كبير، يعني في نشاطات كتير من شباب من أجل التغيير موجودين دلوقتي في شباب 6 إبريل، وهم اللي برضه بيفهموا بأفكارهم وخبراتهم السابقة. شباب 6 إبريل تعتبر هي امتداد لشباب من أجل التغيير. التغيير أو الفرق الوحيد فيهم من إلى حد ما شباب من أجل التغيير كان مطالبها الأساسية مطالب سياسية ديمقراطية وتداول السلطة، لا التمديد لا التوريث، باطل، تعبر عن شباب حركة كفاية بمعنى أصح. لكن شباب 6 إبريل متبنية الفكر السياسي بالتزامن أو بالتوازي مع الفكر الأفكار الاجتماعية. إن احنا ما بنفصلش عندنا بين قضايا الخبز والديمقراطية أو القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية، عندنا حاجة واحدة مش حاجتين، فبنحاول نربط عند الناس في الشارع ما بين قضية الديمقراطية وقضية الخبز. ده الهدف الأساسي بالنسبة لنا، ان احنا نوصل للناس عشان نصنع حركة التغيير. كما ذكرت هناك عديد من القوى السياسية على الساحة، هناك حركة كفاية، هناك الإخوان المسلمون، هناك الأحزاب. ما علاقتكم بهذه الحركات؟ هل هي حركة تنسيق وتعاون أم حركة رفض لهذه الحركات كلها؟ بالتأكيد نرفض أي تيار سياسي يدعي للتغيير، يعني حركة كفاية دول أساتذتنا الكبار بنحترمهم جدا وبننسق معاهم في أي شغل رغم إن احنا جارنا مستقل. الأحزاب السياسية كلها الأحزاب اللي بتدعو للتغيير، زي حزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب العمل والكرامة والناصري، أو أي حزب آخر بيدعو للتغيير بالفعل وبيسعى ليه بالفعل. أكيد نتعاون معاه في أي حاجة تخدم أهدافنا اللي هو التغيير السلمي اللاعنف. اخوان المسلمين كذلك لو في اي نشاط مشترك او اي نقاط مشتركه ممكن نشتغل معاهم، مفيش مشاكل. بل بالعكس عندنا اصلا اعضاء جوه حركه شباب 6 ابريل من اخوان المسلمين ومن حزب الجبهه ومن حزب الغد ومن حزب العمل ومن كرامه ومن الناصريين، من جميع الطوائف السياسيه اللي مقتنع منهم كفرد بفكره التغيير السلمي اللاعنف يشتغل معانا مفيش مشاكل، رغم ان هو في طياره بيشارك في افكاره بيدعو للاشتراكيه وبيدعو للليبراليه او بيدعو للفكر الاسلامي، لكن معانا بنشتغل فقط فيما يخص موضوع التغيير اللاعنف، ونرحب باي تعاون مع اي تيار بيساهم في عمليه التغيير السلمي. كيف استوعبتم كل هذا؟ عامه احنا بنحاول، بس حطينا بعض المبادئ اللي ماشيين عليها بصرامه الى حد كبير، ان احنا كلنا في مركب واحد وان احنا كلنا هدفنا واحد، المتفق مع فكرنا يشتغل معانا. اي فرد من اي تيار من حقه يقتنع زي ما هو عايز بفكره، من حقه ينظر بيه زي ما هو عايز، بس داخل 6 ابريل لابد ان هو يحترم الاخرين وما يدعوش لافكاره جوانا، ما يستخدمش الحركه لاستقطاب ناس يطيروا، ان هو لا
المفروض الصح ان هو يشتغل جوه الحركه كفرد من الحركه، ونترك التنظير جانبا ونترك ما اختلفنا عليه، ونشوف ما اتفقنا عليه وان النقاط المشتركه ونشتغل عليها، وان في الاخر بيحكمنا في الاخر هي الاغلبيه البسيطه، اللي هو ممكن اي حد اي فرد من حقه يطرح اي فكره هو مقتنع بيها، وفي الاخر كله بيتناقش فيها ويحكمنا في الاخر تصويت، وراي الاغلبيه هو اللي بينفذ الفكره ديت. ممنوع اي سب في اي تيار اخر، ممنوع اي جدال لا يؤدي او لا يساهم في فكره التغيير اللاعنيف. في الاخر كلنا زي بعض، مفيش تيار يفضل عن تيار اخر، مفيش تيار بيتم اقصائه، بنحترم راي الاخر وندافع عنه بشده. ده اللي بدأت تحكمنا عامه، مفيش اي خلاف طائفي، مفيش اي جدال ايديولوجي غير مفيد، بس دي المبادئ اللي ماشيين عليها، وبالفعل لحد ما بنحاول نحافظ على هذا المبدأ يعني. ظهرت بعض دعوات خصوصا على جروب الإضراب شعب مصر، يعتبر الجروب الممثل للشباب 6 ابريل، بالدعوة الى الاتحاد مع حركات اخرى شبابية اخرى كحركة نقدر. فما هي رأيكم في سبيل هذا الاتحاد؟ حركة نقدر هم اصلا من شباب 6 ابريل، وبدأوا في موضوع الفكر، وان هم ازاي يوجدوا بديل ودستور وافكار ورؤية وهكذا. فممكن نقول ان نقدر تطور رأس، وشباب 6 ابريل يعتبروا جسد. فايه المشكلة لما يكون في رأس وفي جسد مع بعض؟ ان في مجموعة بتصيغ رؤية وبتصيغ الطريق والافكار والاستراتيجية، ومجموعة اخرى اكبر شوية تشتغل ونشطة وبتتحرك كتير وعندها قدرة على النزول والالتحام بالجماهير. فيبقى شيء جميل جدا لو حصل تكامل ما بين الاثنين، ويبقى اجمل لو الحركة اللي هي اتحدت مع بعضيها اتحدت مع حركات اخرى زي غاضبون وزي التجمع الوطني من اجل الديمقراطية، اي حركات شبابية اخرى. في الاخر نشوف ايه المشترك ما بيننا ونتحد عليه، او على الاقل لو ما حصلش اتحاد يحصل تعاون مشترك، يبقى شيء جميل جدا. ده اللي احنا محتاجينه في سبيل ان احنا بعد كده نتحد او نشترك مع بعض في ائتلاف مع الاحزاب مع قوات السير الاخرى، في ان احنا نوجد طريق او البديل القادم.